السلام عليكم. رضوان أحمد يحييكم في موضوع قصير. قبل أن نشير للقارئ الذي ظهر مؤخرا والذي أجاد أو بالأصح استطاع تسويق تلاوة القرآن بالأسلوب الصنعاني واليمني بشكل جيد، دعونا أولا نطرح تساؤل مفاده: لماذا يتجه الكثير من القراء اليمنيين الشباب تحديدا للمقامات أو الأداءات الغير يمنية في تلاواتهم وتسجيلاتهم؟ طبعا الإجابة ببساطة هو جهل هؤلاء الشباب بالمقامات عموما، فقط يؤدون ما تعودت أسماعهم على سماعه من مقرئين عرب بحكم وفرة التواجد الإعلامي للقراء العرب في التلفزيون أو على النت أو ما كانوا يستمعون إليه سابقا على أشرطة الكاسيت. وننوه هنا إلى أن التلاوة الصنعانية حسب رأي البعض هي ليست مقاما بعينه، وإنما أسلوب أداء، وحتى في إطار هذا الأسلوب الصنعاني هناك اختلاف في الطريقة من قارئ لآخر، فكل قارئ له طريقته الخاصة في إخراج النغم. يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأداء الصنعاني واليمني بشكل عام شجي وفي نفس الوقت صعب، لكنه حتما لن يكون صعبا على القارئ اليمني متى ما توفرت له مدارس أو معاهد متخصصة توجهه نحوه وتدربه عليه. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هناك قراء شباب لهم اجتهادات شخصية ويؤدون هذا اللون بإجادة متفاوتة، مثل وديع اليمني ويوسف الأغبري وصادق النهاري وأبو بكر الضبي وغيرهم. هؤلاء لهم تسجيلات جيدة، لكن قراءاتهم بالأداء أو اللون الصنعاني ربما لم تكن بالإجادة الكافية التي تؤهل هذا اللون للانتشار والشهرة عن طريق أصواتهم. اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. أنا شخصيا تعجبني التلاوة الصنعانية بصوت وديع اليمني ويوسف الأغبري، لكن القارئ الوحيد من الجيل الحالي والذي برز اسمه مؤخرا وأصبحت تلاواته مشهورة في وسائل التواصل الاجتماعية هو القارئ الشيخ محمد الفقيه. هذا القارئ المغمور لسنوات أصبحت تلاواته فجأة أشهر من نار على علم، وأثبت من خلال تلاواته أن الأداء الصنعاني قابل للشهرة والانتشار متى ما أداه قارئ متمكن يجيد التعامل بحرفية مع التدرجات الشجية لهذا اللون. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.